ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة مهم جدا جدا جدا، الفرق بين الباراجراف، ايميل، بلوج، تكست مسج and diary. يلا نشوف مع بعض. أهلا بيكم يا أصحابي، أهلا بيكم معانا في قناة حنين التعليمية. أول حاجة هنعرفها مع بعض how to write a paragraph. إزاي أقدر أكتب paragraph يا أصحابي؟ إيه ده سهل جدا. تمام، أول حاجة هنعرفها مع بعض how to write a paragraph. paragraph ده عبارة عن زي موضوع تعبير صغنن كده بالعربي، بس ده بالإنجلش يعني. تمام تمام. ما تنسوش الحاجات اللي هقول لكم عليها. نمبر 1 البنكتويشن. ما ننساش ان بعد كل جمله لما بتخلص انت الجمله بتاعتك لازم تحط فول ستوب، وما ننساش ان انت لو هتكتب كلمه and فانت لازم تحط قبلها كوما. تمام، فول ستوب كوما. تمام، ما ننساش النقطتين دول مهمين جدا. وما ننساش كمان ان احنا عندنا لازم اول حرف في الجمله لازم يكون عندنا كابيتال ليتر. تمام كده يا حبايبي؟ دول الثلاث حاجات في البنكتويشن اللي هم اهم ثلاث حاجات موجودين اللي بيكونوا بارزين يعني. تاني حاجه التنس اللي انا هستخدمه. هو انا دلوقتي هستخدم زمن ايه؟ هل هو past ماضي؟ هل هو present مضارع؟ هل هو future مستقبل؟ تمام، مش مطلوب منك اكتر من الثلاثه دول مؤقتا يعني. تمام كده. past هشوف ان مثلا لو انا هديكم دلوقتي كذا اكزامبل دلوقتي، بس انا هشوف لو انا هكتب في الباست هيبقى عامل ازاي، ولو هكتب في البريزنت ليه وازاي، ولو هكتبه في الفيوتشر ازاي برضه. يبقى ده بيكون على حسب يا جماعه، ده بيكون على حسب الباراجراف اللي قدامي. دي تاني نقطه ودي مهمه جدا. تالت حاجه الفوكابلري اللي احنا بنستخدمها. لازم تكون بتستخدم كلمات تكون انت حافظها كويس عشان خاطر ما يحاسبكش على السبيلنج. تمام، يعني مثلا انا عايزه اكتب pyramids اللي هي الاهرامات، يا اما هو هيكون يعني كاتب لي حاجه عن الاهرامات فانت هتلاقي موضوع كلمه الاهرامات دي فوق، او ان انت اصلا لو هتكتب pyramids فانت هتكون حافظ كلمه pyramids، عشان لو كتبتها غلط ممكن يحاسبك ان لازم يكون السبيلنج بتاعك للكلمات اللي انت اخترتها لازم تكون صح. تمام، تعالوا كده نشوف مع بعض. يلا يا اصحابي، احنا قلنا ان اهم حاجه في الباراجراف، اهم حاجه البنكتويشن يكون صح، وكمان ان انت تكتب الحروف تكون صح، الفوكاب اللي انت بتستخدمها تكون صح، وكمان التنس الزمن اللي هتستخدمه اوعى تنسى. A trip to the pyramids، رحلة إلى الأهرامات. A trip طبعا أغلب الناس يا جماعة شافوا الأهرامات. طب أنا دلوقتي لما أجي أقول لك اوصف لي الأهرامات، هتقولي إن هم 3 أهرامات جنب بعض أو قريبين من بعض مثلا يعني. هتقول ان في رمله في الارض، هتقول ان في هناك سياح كتير، حاجات زي كده. تمام، طب انا لما اقول لك دلوقتي دي رحله فانت هتوصف الرحله اللي انت رحتها مش اللي انت هتروحها. ما هو انا معرفش، انا دلوقتي لما اجي اروح رحله فانا مش عارفه انا هعمل ايه لسه. تمام، لكن انا هوصف الرحله اللي انا خلاص شفتها ورحتها واتبسطت بيها او ما اتبسطتش بيها. تعالوا كده نشوف. last Friday. ايه ده يا بس حنين انت استخدمتي ايه؟ استخدمت الباست الماضي. last Friday الجمعه اللي فاتت. I went to the pyramids. انا رحت الاهرامات. I saw انا شفت the pyramids انا شفت الاهرامات. برافو. and sphinx وكمان ابو الهول. I walked أنا مشيت on the sand على الرملة. I took photos يعني أنا التقطت صور كتير هناك.
There. I took photos there. It was a very interesting trip. معلش كلمة trip صغنونة شوية عشان الورد صغيرة. ماشي؟ It was a very interesting trip. دي كانت رحلة شيقة جدا. بصوا أنا عملت إيه؟ أنا ما استخدمتش كلمات كتير، وبالرغم من كده أنا عملت باراجراف حلو قوي. مش عشان أنا ماس يعني وتيتشر وكده، لأ. تمام؟ إحنا فكرنا التنس إيه هو الزمن اللي أنا هستخدمه؟ ماضي خلص ولا مضارع present ولا إن شاء الله مستقبل؟ تمام كده؟ فهمنا يعني إيه باراجراف وعرفنا يعني إيه نعمله، وبعد كده إن شاء الله أنا كل شوية هنزل فيديوز عن كذا باراجراف إن شاء الله. تابعوا معايا. نيجي يا أصحابي بقى لإيميل. يعني زي جواب كده، بس ده بيكون بريد إلكتروني. اتفقنا؟ بص بقى، هتفق معاك اتفاق، تمام؟ أو معاك يعني لو فهمت الخطوات بالظبط هتقدر تكتب أي إيميل وأنت مغمض عينك كده. زي كده. تمام؟ بصوا بقى شكله عامل إزاي؟ إيه الأسهم اللي أنت عاملاها دي يا حنين؟ أنا هفهمكم بس بالراحة. أولاً from من مين؟ وبروح كاتبة عنواني اللي باعت، أنا اللي بعت، سارة اللي بعتت، هبة اللي بعتت، مش مشكلة مين، بس المهم عنوان اللي بعت. اتفقنا؟ to لمين؟ ما هو أنا لازم أكتب عنوانه أو عنوانها، ما هو هيوصل إزاي غير لما أكتب العنوان بتاعها؟ تمام؟ وبعد كده الموضوع عن إيه؟ اللي هو زي تقول كده العنوان، يعني الموضوع كده بيكون عن إيه؟ تمام؟ عنوان الحاجة اللي أنا هكتبها. أنا هقول لك كمان شوية، يعني هقول لكم الموضوع. بعد كده دير صديقتي، صديقي، عزيزي، عزيزتي، على حسب اللي أنا بكتب له. بروح كاتبه له الموضوع، وفي الآخر بمضي بقول له إيه؟ yours كذا، يعني زي صديقتك أو صديقك أو بنتك فلانة أو كده، فاهمين؟ يعني هي كلمة yours دي بتحمل كل المعاني. نقول تاني يا شباب، صوابعكم تبقى شغالة معايا. from to subject، from to subject، dear، وبعد كده العنوان نفسه، سوري الايميل نفسه الكلام، وبعد كده في الاخر ايه؟ yours. بصوا كام حاجه؟ 6 حاجات ما ننساهمش. ممكن؟ طيب from مش from مين؟ العنوان ما انا همضي تحت مش مشكله، وبعدين هي عارفه مين اللي بيبعت لها او مين اللي بيبعت لها. تمام؟ ده عنوان من مين؟ عنوان انا لعنوانها هي، وبعد كده السبجكت زي ما قلت لكم الموضوع والكلام ده كله. تيجي نشوف اكزامبل عليه عشان تفهموا اكتر. يلا نشوف كده يا اصحابي. from من مين؟ حنين @yahoo.com. اتفقنا كده؟ لمين؟ لصاحبتي داليا. to داليا @gmail@yahoo. براحتنا بقى .com، مش براحتنا، هو بيدينا الانفورميشن دي، بيدينا المعلومات دي. تمام؟ السبجكت عن ايه؟ my new house، عن بيتي الجديد. انا عايزه بقى اقعد اتكلم بقى معاها في بيتي الجديد، ما هو انا عزلت فانا عايزه اتكلم معاها. ركزوا معايا في الجزء ده، في كده زي افتتاحيه هنحفظها كلنا، هتكتبوها كلكم في اي ايميل. اتفقنا كده؟ دير داليا، مش هتكتبوا اسم داليا طبعا، تمام؟ هتكتبوا اسم اللي هقول لكم عليه في الايميل. دير، ما احنا لازم نكتب دير داليا ونروح عاملين الكوما دي، اوعوا تنسوا. How are you؟ ركزوا. How are you؟ I am happy to write this email to you. الجملة دي كلها كده اهو تتحفظ يا حبايبي. علشان ايه؟ اي ايميل انتوا هتكتبوه لاي حد هنكتب لهم الكلام ده. تمام؟ في الاول يعني How are you؟ I'm happy to write this email to you. انا مبسوطة ان انا بكتب الايميل ده ليكي. تمام كده؟
طبعا هو لسه الايميل ما خلصش، بس انا هقول لكم على حاجه دلوقتي. تمام. I went to a new house. انا رحت بيت جديد. It has a big garden. فيه garden كبيرة. هو انا لازم بقى اوصف. There. It has a big garden there. لا sorry, it has a big garden وخلصناها. تمام؟ معلش عشان ما شفتهاش. There is a balcony in my bedroom. في بلكونة في البيدروم بتاعي. هنكمل برضو بقية الايميل عادي، لان طبعا انا عشان الورد صغيرة فانا قسمتها على جزئين. اتفقنا كده؟ نكمل برضو ان انا بوصف لها البيت، او ان انا عايزة ابين لها فرحتي بقى الفرحانة بالبيت بكده. احنا قلنا ان في بلكونة في اوضتي وكده. تمام؟ There is a balcony in my brother's room. ركزوا معايا يا حبايبي، ركزوا معايا. انا ما اخترتش غير كلمة بلكوني بس، وقلت ان في بلكونة عندي، وبعد كده جملة تانية قلت بلكونة عند ايه؟ أوضة أخويا. بس كفاية كده، مش هنقول بقى الأوضة الشقة كلها بلكونات. تمام كده؟ It is a very nice house. بيت كده. تمام؟ وبعد كده أنا كتبت ايه؟ yours حنين، عشان أنا اللي بكتب لداليا. اتفقنا كده؟ فاهمين؟ تمام. كده كده برضو أنا هنزل لكم كذا ايميل بكذا فيديو ان شاء الله، وتابعوا معايا. يلا يا اصحابي هنشوف مع بعض تكست مسج. تكست مسج دي يعني مسج لحد من اصحابي، لحد من قرايبي، بقول له حاجه. اكيد طبعا صح كده؟ مش انتوا اغلبكم كده معاكم موبايلات وبيكون معاكم اللي هو الشات، انتوا واصحابكم بيكون في جروب بتبتدوا ان انتوا تتكلموا مع بعض والحاجات دي كلها. دي زي دي بالظبط. اتفقنا طبعا. انتوا ايه شاطرين في الحاجات دي، مش انا اللي هقول لكم يعني. تمام. هنا التكست مسج يا شباب بتبتدي بكلمه دير. دير يعني صديقتي او صديقي. دير حنين، صديقتي حنين. I want to tell you. وبصوا بقى I want to tell you دي لغاية كلمة you about. ماشي؟ لغاية دي هتتحفظ. I want to tell you about. أنا عايزة أقول لك أحكي لك عن كذا، وبعد كده نتكلم بقى عن الموضوع. بصوا I want to tell you about إيه بقى؟ My new school. عن مدرستي الجديدة. My math teacher called هبة. مدرسة الماث بتاعتي اسمها هبة. She is very kind. هي طيبة قوي. وايه كمان هنحكيه؟ هنكمل بقيتها. I met a boy. انا قابلت ولد called مازن. يعني انا قابلت ولد اسمه مازن في المدرسة دي بقى. We became friends. احنا اصبحنا اصدقاء. Every day I go to school with مازن. كل يوم أنا بروح المدرسة مع مازن. I like my new school. sorry يا شباب. I like my new school. بحب مدرستي الجديدة. وبعد كده مضيت باسمي بقى اللي هو تامر. تمام؟ يعني دي بنعمل فيها ايه؟ سوري انا اسفه. بنكتب ايه؟ بنكتب دير فلان، وبعد كده الجمله اللي انا قلت لكم عليها، ونحكي كده شويه حاجات، وبعد كده اوعى تنسى تكتب اسمك، اوعى. وبرده زي ما قلت لكم كل يوم انا هنزل لكم شويه حاجات زي كده. تمام؟ اوكي يلا يا شباب، دلوقتي احنا هناخد بلوج يعني ايه؟ عشان دي اول مره تاخدوها. يعني مدونه برضو. يعني ايه؟ حاجه هتكلم عليها في شويه افكار صغيره وخلاص. تمام كده؟ يعني انا بحاول ابسطها لكم. تمام؟ عباره عن موضوع انا هتكلم فيه في شويه افكار كده صغيره وبس. طيب انا هتكلم على حد، يعني انا هقول مثلا الدلدينه ولا الهبه ولا النورهان ولا لا 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 لا. دي مدونه، حاجه كده انا بكتبها ممكن تقدروا تقولوا كده بكتبها لنفسي. تمام كده؟ تمام.
عشان كده ما نتلخبطش. اتفقنا؟ هنا انا ماضيه باسمي انا دينا. تمام؟ ما رضيتش اكتب حنين عشان اللي اسمها اسماء هتكتب اسماء، اسمها هبه هتكتب هبه، لا، هو بيديك الاسم برضه في قلب البلاج اللي بيقول لك عليه اكتبي. ماشي؟ احنا هنا هنتكلم على unusual house، اللي هو البيت الغير طبيعي الغير عادي. فاكرينه اللي احنا خدناه قبل كده في درس من الدروس، بس مش فاكره امتى، مش فاكراه، اللي هو البيت المقلوب اللي هو upside down ده، عارفينه؟ هنتكلم عن كام حاجه كده عليه وخلاص. تمام؟ اظن احنا قرينا الموضوع بتاعه قبل كده، فاحنا فاهمين وعارفين لما نيجي هنتكلم ازاي. نمبر 1 يا شباب، لازم تكتبوا التاريخ، الديت بالطريقه دي. اللي هو ده اللي هو اليوم بتاع الاسبوع، يعني النهارده ايه؟ Friday 9th November. طيب 9 وعرفناها، ايه 5 دي بقى؟ 5 بصوا اكتب لكم حاجه وامسحها تاني. لو انا في اول فانا هحمل 1 واروح حاطه ايه؟ first st. في التاني احط 2 واروح كاتبه ايه؟ second. طالما هكتب هنا 2، طالما هكتب 2، حتى لو 22، حتى لو 22، حتى لو المهم ان هنا في 2، اخر حاجه عندي 2 فحطت هنا second. تمام؟ اخر حاجه عندي هنا 3 third، يعني مثلا هنا third، هنا برضو third، وهكذا. ثواني معلش، سوري، سيبك من دي third. ماشي؟ عشان بس مش عايزه الخبطكم. بعد كده بقى اي حاجه 4 5 6 10 الكلام ده كله 9. ماشي؟ هوريكم الديت ده بعد كده. المهم ان ده مش موجود معانا اصلا دلوقتي عشان ما نتلخبطش في البلاج. خلاص كده يا شباب؟ تمام. unusual homes، البيوت اللي هي unusual غير طبيعيه. There is an unusual house in the New Zealand. فاكرين ال unusual house؟ البيت اللي هو upside down موجود في نيوزيلندا. تمام؟ It's upside down. ده upside down، انا عماله اكتب اهو. It's upside down. ايوه ماشي. It is an old farmhouse. ايه ده farmhouse، ده عباره عن farmhouse اللي هو البيت اللي بيكون موجود زي في المزرعه كده. تمام؟ All the windows are at the top. All the windows، كل الشبابيك موجوده فين يا شباب؟ موجوده فوق. ليه؟ ما هو اصلا دماغه تحت وراسه فوق والكلام ده كله. وهنكتب ايه تاني على ال unusual homes؟ تمام يا شباب، نكمل بقيه البلاج. تمام؟ all the windows احنا قلنا ان هما are at the top، فوق، فعشان كده نقدر نشوف ايه؟ نور كتير. so you get a lot of light، يعني تقدر يكون عندك نور كتير. في عندي حاجه عايزه اقولها لكم في البلاج. تمام؟ شايفين السؤالين دول؟ لازم يتكتبوا في الاخر. what do you think of it؟ what do you think of it؟ do you like it؟ do you like it؟ تمام كده يا حبايبي؟ كده فهمنا البلاج الحمد لله. يلا يا شباب، welcome back. اوكي، هنتكلم النهارده على dairy يعني المذكرات. انتوا عمركم كتبتوا مذكرات لنفسيكم؟ حاجه كده يعني زي ان انا النهارده رحت عند عمي في الفارم ولقيت الجاموسه وقعدت لعبت معاها ومش عارفه ايه كده، يعني حاجات كده يعني بتبقى زي مذكرات كده، تقعدي بعد كده لما تكبري تقريها. انا ما عملتش الكلام ده الصراحه بامانه يعني، بس انا ممكن احاول معاكم بعد كده. المهم ركزوا معايا. ديري اللي هي المذكرات بتاعتي. اتفقنا؟ نمبر 1 ركزوا عشان دي سهله جدا، بس لازم يكون ليها ترتيب معين. August 9th. تمام؟ August بتكتبي الشهر واليوم بس، اللي هو سوري اللي هو اليوم بتاع الشهر، مش بتكتبي اللي هو مثلا النهارده الجمعه بكره السبت. في ناس بتعمل كده على فكره، تقول النهارده الجمعه مش عارفه كذا 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 عملنا كذا كذا كذا. خلاص لازم تبتدي بدي. dear dairy. dear dairy. يا ترى هنكتب ايه بقى
انا عن نفسي هكتب على my new home برضه، هي لا new house قصدي، سوري. يلا يا شباب، dear diary لازم تبتدي بيها يا جماعة، تمام؟ I live with my family in a new house. أنا بعيش مع عائلتي يعني في بيت جديد. in Alexandria في اسكندرية، ماشي؟ There is a big garden. فيها garden كبيرة، تمام؟ يلا نكمل. There are 4 bedrooms. على فكرة أنا بكتب الكلام ده ليا يعني مش بكتبه لحد تاني، ماشي؟ There is a wide living room. يعني في living room كبيرة. My bedroom has a balcony. ده اللي أنا كتبته، يعني البدروم بتاعتي فيها بلكونة. على التعب ده أتمنى إن انتوا تعملوا شير للفيديو، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه، عشان ان شاء الله باذن الله انا هنزل لكم كل يوم، هنزل لكم حاجات، وهيكون في مسابقه رمضانيه طبعا كل يوم، وهيكون في مفاجاه هقول لكم عليها قبل رمضان بيوم. كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.